السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم معنا تصريحات قوية ومثيرة لمدرب منتخب زامبيا قبل المواجهة المنتظرة أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا 2025. تصريحات حملت إشادة كبيرة بالمغرب واعتراف بصعوبة المهمة، وأيضا حديث واضح عن تأثير التعادل المغرب ومالي على حسابات التأهل. خليكم معنا حتى النهاية. غدا الاثنين يواجه المنتخب الزامبي نظيره المغربي صاحب الأرض والجمهور في مباراة حاسمة ضمن منافسات المجموعة الأولى. المباراة تأتي بعد تعادل للمنتخب المغربي أمام مالي بنتيجة 1-1، وهو ما جعل حسابات المجموعة أكثر تعقيدا ورفع من قيمة اللقاء أمام زامبيا. مدرب المنتخب الزامبي تحدث خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة وقال: مباراتنا ضد المغرب لن تكون سهلة، لكننا سنكون مستعدين لها. وأكد أن نتيجة المباراة مغرب ضد مالي زادت من صعوبة الوضع في المجموعة، حيث قال: التعادل المنتخب المغربي أمام مالي عقد الأمور كثيرا في مجموعتنا، لأن المغرب سيسعى للفوز من أجل ضمان الصعود للدور المقبل. مدرب زامبيا كان واضحا جدا في رسالته، حيث شدد على أن الانتظار تعثر للمنافسين ليس حلا، وأضاف: من يريد التأهل عليه تحقيق الفوز وليس انتظار تعثر منتخب آخر. وهذا يعكس إدراكه لحجم الضغط الموجود على المنتخب المغربي، وفي نفس الوقت الطموح الكبير لمنتخب زامبيا لتحقيق نتيجة إيجابية. الاستعداد للمواجهة. مدرب زامبيا تحدث أيضا عن معرفته الجيدة بالمنتخب المغربي قائلا: نعرف قوة المنتخب المغربي، ومن الضروري أن نحضر له بشكل جيد. وأضاف: سبق أن واجهناه في ظروف مختلفة، وسنحاول البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية وأن نكون جاهزين بدنيا ونفسيا. وهذا يؤكد أن زامبيا لن تدخل المباراة كضيف شرف، بل كمنافس حقيقي. الرباط والتحدي الكبير. مدرب زامبيا عبر عن حماسه للتواجد في العاصمة المغربية الرباط، وقال: متحمسون للتواجد بالرباط وخوض هذا التحدي أمام المغرب. ثم أشار إلى العامل الجماهيري والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب المغربي. اللقاء سيكون صعبا للغاية نظرا لما يمتلكه المغرب من إمكانيات ودعم جماهيري، لكننا جاهزون ومستعدون لهذا الموعد. إشادة كبيرة بالتنظيم المغربي. من أبرز ما جاء في تصريحاته مدرب زامبيا كانت إشادته الكبيرة بالبنية التحتية والتنظيم في المغرب، حيث قال: كأننا في أوروبا، يجب على البلدان الإفريقية أن تسير على خطى المغرب. وأضاف: كل شيء جيد هنا، من ملاعب تدريب إلى ملاعب رئيسية، كل شيء رائع حقا. تصريحات تعكس صورة إيجابية جدا عن المغرب كبلد منظم وقادر على احتضان أكبر التظاهرات القارية. إذا
مباراة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات. المغرب تحت ضغط الفوز، وزامبيا تبحث عن المفاجأة. تصريحات مدرب زامبيا تؤكد احترامه الكبير للمنتخب المغربي، وفي نفس الوقت ثقته في لاعبيه. ما رأيكم في هذه المواجهة؟ هل تعتقدون أن المغرب سيحسم التأهل في هذه المباراة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم من تصريحات وأخبار. نلتقي في فيديو قادم. السلام عليكم وإلى اللقاء.